تعرف ايه اخطر دور ممكن تعيشه؟ الكومبارس. لو حياتك كانت فيلم وتتفرج عليه دلوقتي، هتكون مبسوط بالدور اللي بتلعبه ولا هتحس انك مجرد اكسترا موجود بس في الكادر؟ اصل في ناس عايشة حياتها كأنها مجرد شخصية جانبية، مستنية الاحداث تحصل وخلاص، ومستنية الناس تحدد لها قيمتها وتقول لها هي تستاهل ايه وما تستاهلش ايه، مع ان الحقيقة مختلفة تماما. حياتك مش فيلم حد تاني، ومش دور ثانوي في قصة حد، دي قصتك انت، وانت اللي ترول، انت اللي بتقرر تمشي فين، تقف فين، وتكمل ازاي، حتى لو الظروف مش دايما بإيدك، بس رد فعلك واختياراتك دول بإيدك جدا. وعشان كده أي بطل حقيقي عمره ما كان بيرفكت، بالعكس يمكن أغلب الأبطال بدأوا وهم تايهين أصلا. هل عمرك شفت بطل قصة أو مسلسل فاشل؟ يا ملك، وارد جدا. طيب السؤال الأهم، هل فضل واقف عند فشله ولا اتعلم وتغير؟ طيب هل شفت بطل حقيقي شخصيته ضعيفة، حد بيقبل أي معاملة وخلاص؟ أكيد لأ. طيب ليه؟ لأن البطل الحقيقي حتى لو بيتعب، حتى لو بيقع، بيبقى عارف إن ليه قيمة. وده بياخدنا لحاجة مهمة جدا، المعنى الحقيقي مش إنك بس البطل، انت كمان الكاتب، انت اللي كل يوم بتكتب فصل جديد، بتشكل شخصيتك بطريقتك في التفكير، وبطريقة كلامك عن نفسك، وبالحاجات اللي بتقبلها أو ترفضها. حتى التفاصيل الصغيرة بتفرق. خليني أحكي لك موقف شفته بعيني في يومين مختلفين، نفس الموقف تقريبا لكن نهايات مختلفة تماما. الشخص الأول حد كلمه بطريقة فيها تقليل، فسكت وعدى الموضوع، لكن الموضوع ما انتهاش عند كده، بقى ده الطبيعي. الناس بدأت تتعامل معاه بنفس الطريقة كل مرة، وكأن المسج اللي هو سابها أوكي أنا قابل بده. أما الشخص التاني فنفس الموقف حصل معاه، بس رده كان مختلف، وكان فيما معناه إنه اتكلم معاه كويس، بس لا خناق ولا صوت عالي، لكن طريقته نفسها كان فيها confidence، كأنه عارف كويس هو مين، وعارف إنه ما يقبلش أقل من كده. فالانرجي اللي طلعت منه أنهت الموقف فورا، والأهم إن الشخص اللي قدامه غالبا فكر 1000 مرة قبل ما يكرر حاجة زي كده تاني. وهنا بقى الفرق الحقيقي، الفرق مش في الناس، الفرق في المايند سيت. لو شايف نفسك قليل هتقبل أي حاجة، لكن لو شايف نفسك إنك تستاهل الاحترام، الناس هتحس بده حتى من غير ما تتكلم كتير. وتخيل بعد سنين إن في حد أصغر منك بيتعلم منك، مش بالكلام لكن من الفايبس، من طريقتك، من نظرتك لنفسك. هتتمنى يشوفك ازاي؟ شخص قوي، شخص واثق، شخص عارف قيمته، ولا شخص مستني طول الوقت حد يطمنه انه كفاية؟ عشان كده النهاردة اسأل نفسك سؤال مهم، انا بتعامل مع نفسي على اني فعلا شخص يستاهل، ولا مستني حد يجي يثبت لي ده؟ لان في فرق كبير بين حد عايش حياته وحد حياته هي اللي ماشياه. يمكن مش هتقدر تتحكم في كل حاجة حواليك، بس تقدر تتحكم في دورك، تكون البطل ولا مجرد باك جراوند كاركتر. فانت بطل قصتك، دي مش مجرد جملة تحفيزية وخلاص، دي مايند سيت كاملة. الواحد بيقول انا مسؤول عن حياتي وعن اختياراتي وعن الطريق اللي همشيه، وانا استاهل اعيش الحياة دي بالشكل اللي يرضيني. كانت معاكم ملك فرج، واشوفكم في حلقة جديدة من في الكلام كلام.